صحيت على البحر ونمت في كهف وسكنت في فيلا فخمة. من اسكندرية للصعيد تعالوا اقول لكم على 5 اماكن اقامة في مصر ابهروني، دول مش فنادق، ده المستقبل. في القاهرة انكا خانز، سكنت في استوديو بيطل على الاهرامات والمتحف المصري الجديد. التصميم هناك مش عادي، تفاصيل صغيرة في الضيافة فرقت جدا في التجربة. بعدها في الفيوم في فيلا للربوع، كنت عارف ان المكان مختلف، بس العيشة في فيلا مبنية بالكامل من الحجر وسط الطبيعة مع اطلالة مباشرة على بحيرة قارون، حاجة تانية خالص. في اسكندرية بقى نبيل هومز، شقق فندقية بتصميم بسيط وشيك وبلكونة على البحر مباشرة، فلو عايز تاخد استراحة من الزحمة ده هيبقى احسن قرار. وفي شرم الشيخ كانت تجربتي لرويال ساني فيلاز، واللي غيرت فكرتي تماما عن مستوى الاير بي ام بيز في مصر. فيلا الفخمة بحمام سباحة خاص وفيو خرافي على راس جميلة. الموضوع هنا كان رفاهية بمعنى الكلمة. وهختمها في مدينة اسنا، فندق السلام. ده مش فندق بالمعنى التقليدي، لكن شقة بغرف مختلفة على الكورنيش بمنظر على النيل خيالي. كل حاجة بسيطة بس الروح هناك مختلف بجد. الصعيد له طعم تاني، كل مكان فيهم ليه طبعه الخاص. بس لو ليك اختيار واحد هتسكن فين؟